سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا مواطن مصري ونفسي صوتي كمغترب يوصل لحضرتك. أنا ما سمعتش ولا شفت ولا عاوز أعرف حاجة عن مؤتمر المصريين بالخارج اللي حصل من كام يوم. أنا مواطن مصري مغترب وبحب بلدي من كل قلبي وبدعم بلدي في كل حاجة، وعلم بلدي أم الدنيا تاج على راسي وعلى راس كل مغترب. بكلم حضرتك النهاردة مش عشان سياسة ولا شو إعلامي. سيادة الرئيس، مشاكلنا مستحيل تتحل في مؤتمرات. سيادة الرئيس قول لهم ينزلوا الشارع ويشوفوا مشاكل المغتربين في كل دولة، يمكن وقتها يعرفوا مشاكلنا بجد ويحسوا بيها. سيادة الرئيس، أنا كمواطن مصري نزلت بلدي شاري تليفوني، مش عارف أنزل بتليفوني الشخصي بلدي. سيادة الرئيس، سعر الباسبور المصري غالي جدا. سيادة الرئيس، المعاملات القنصلية في كل دول العالم غالية جدا وبالأخص أوروبا. أكتر حاجة بيتم تداولها دايما في المؤتمرات، المصري لما يموت ينزل بلده إزاي؟ فكرنا فيه بعد ما مات، عاوزين نفكر فيه شوية وهو حي ومطحون في بلاد المهجر رافع اسم بلده لفوق. كل اللي أنا قلته مشاكل بسيطة جدا، ويمكن مش أغلب المغتربين أو المهاجرين بيعانوا منها. الباسبور كل 7 سنوات سواء بتجدده أو بتعمله أول مرة 440 يورو، 655 بدل تالف أو بدل فائت. سيادة الرئيس، مشكلة المغتربين مش بطاقة ولا كفن ولا باسبور، المشكلة أكبر من كده بكتير قوي. المغترب المصري لو شغال في أي دولة في العالم وضامن حقوقه هيدفع حق باسبور بيعمله كل كام سنة أو بطاقة. ولو على الكفن، جمعيات كتير جدا هنا ممكن تساعده وتنزله، والقنصلية المصرية بالبحث الاجتماعي بتنزله لبلده. سيادة الرئيس، احنا كمغتربين محتاجين استثمار يأمن حياتنا ويدعمنا لما نرجع بلدنا. بيكون معانا رأس مال ونفسنا نستثمر، محتاجين مشاريع مدروسة صح والدولة بتحميها بالقانون وتحمي حقوقنا. ولكن للأسف المغترب بيكون لقمة سهلة جدا للنصب عليه لما يفكر يرجع يستثمر ويستقر في بلده. سيادة الرئيس، المغتربين محتاجين قانون يحميهم من النصب عليهم في عقود العمل سواء لأوروبا أو دول الخليج. حضرتك لازم يكون في قانون صارم لحماية المواطن المصري لما يفكر يتغرب ويسعى لأكل عيشه في بلاد المهجر. سيادة الرئيس، المغترب بيتعب وبيكافح عشان يجمع كل مليم في الغربة ينزل بلده يشتري بيت أو عقار أو حتة أرض يأمن بيها حياته وحياة أولاده، وهي دي سعادته الوحيدة اللي سافر علشانها يأمن مستقبل أولاده. ولكن للأسف بيتم النصب عليه من شركات العقارات والنصب والوهم العقاري اللي موجود في مصر. سيادة الرئيس، محتاجين قانون صارم وحازم وشديد جدا لحمايتنا من النصب العقاري وشركات بيع الوهم العقاري في مصر. سيادة الرئيس، أنا كمغترب مصري أقدر أشتري أحدث عربية هنا في أوروبا، نفسي أفرح بتعبي وحصادي وسنين عمري اللي ضيعتها في الغربة وانزل بعربيتي بلدي، ولكن عشان انزل بيها هدفع اضعاف اضعاف سعرها ضرائب وجمارك. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسألهم ليه في مؤتمراتهم ما تكلموش عن بعض أصحاب العمل في أوروبا هنا وبالأخص فرنسا بيستخدموا مواد مسرطنة في الشغل علشان تكلفتها قليلة جدا وصحة المواطن المصري المطحون الغلبان هنا في 60 داهية. أهم حاجة صاحب الشغل يكسب. وبعضهم كان موجود في المؤتمر لابس البدلة، وبعضهم استغلاليين ونصابين على الشباب هنا وفلوسهم اللي عملوها الرأسمالية الكاذبة من عرق الشباب والنصب عليهم واستغلالهم هنا في أوروبا. سيادة الرئيس، أصحاب المعالي والبدل اللي حضروا المؤتمر اسألهم حضرتك بيدوا الشباب المصري هنا يومياتهم بما يرضي الله ولا بيبخسوا حقهم عشان ما عندهمش ورق؟ ودي نقطة ضعف أي شاب مصري في الغربة في دول المهجر. سيادة الرئيس، لم أتهم أي شخص ولكن من يجرحه كلامي فهو أهلا له. سيادة الرئيس، اسألهم ليه ما اتكلموش عن النظرة العنصرية من أصحاب البدل والمعالي والرأسمالية الكاذبة للمهاجرين اللي هنا بدون ورق. سيادة الرئيس، نفسي لما يعملوا مؤتمر يجيبوا ناس شقيت بجد، ناس عاشت الواقع بجد، ناس شافت الشباب الكادحة هنا بجد،
ناس شافت بعيونها الاستغلال والنصب، ناس شافت ناس ماتت هنا بسبب المواد المسرطنة، ناس عاشت النصب والاستغلال على الشباب المصري هنا. فلوس المؤتمر لأصحاب المعالي والبدل كان ممكن تتوفر لحاجة تانية تفيد بلدنا وتفيد المغتربين والمهاجرين في كل أنحاء العالم. سيادة الرئيس، نفسنا في دعم توعوي ودعم معنوي من السفارات والقنصليات. سيادة الرئيس، حضرتك لو السفير أو القنصل في كل دولة في العالم عمل مؤتمر نصف سنوي في كل دولة للشباب الكادح اللي ما عندهمش أوراق، يقابلهم، يسلم عليهم، يشوفوه، يقعد معاهم، يتكلم معاهم، يديهم دعم معنوي ويفهمهم يعني ايه مصر اللي احنا جينا هنا بنمثلها، ساعتها كل شاب بيفكر يمشي غلط هيمشي صح، علشان هيعرف ان هو بيمثل بلد كاملة اسمها مصر ام الدنيا، بلد الحضارة والتاريخ، بلد الثقافات. مؤتمر البعثات الدبلوماسية او مقابلة السفير ان هو يعمل محاضرة بنفسه او القنصل العام في كل دولة للشباب الكادح هنا هتفرق كتير قوي ثقافيا واجتماعيا ومعنويا، وهتدي دعم نفسي قوي جدا لكل شاب هنا ان سفارة بلده كل 6 شهور بيعملوا محاضرة السفير بيكون موجود فيها، شايف الشباب بعينه، شايف مشاكلهم، بيسمع لهم، بيكون في اندماج قوي جدا، بيفهموا قانون الدولة اللي هم عايشين فيها، يحافظوا على الدولة، يحافظوا على اسم مصر في كل مكان وفي كل شبر بيروحوا فيه. انا مش هتكلم كتير سيادة الرئيس عن معاناة شباب محدش هيحس بيهم الا اللي عاش المعاناة دي بجد، اللي عاش قصة كفاح واقعية هو الوحيد اللي يقدر يفهم معاناة كل مغترب في بلاد المهجر. سيادة الرئيس، انا مواطن مصري، اتعلمت وكبرت في بلدي، ولحد وقتنا الحالي بدرس في ام الدنيا مصر، وابني موجود في بلدي، بدفع دم قلبي علشان يتعلم ويتأسس صح في مصر، لان عارف ان التعليم قوي في بلدي، لان اتعلمت فيها واتأسست فيها ولها الفضل عليا وهي ام الدنيا، وارفع راية مصر في كل مكان، وتحيا ام الدنيا رغم انف الجميع. سيادة الرئيس، انا مواطن مصري بحارب في الغربة علشان احقق كل حاجة بتمناها، وبحقق وبوصل، وكل مرة بفتخر بمصريتي واقول تحيا ام الدنيا اللي خرجت ناس كتير جدا بنتعلم منهم. سيادة الرئيس، أنا مش سياسي، ولكن بسمع حضرتك كتير جدا في كل لقاءاتك بتقول دايما بتدعم الصوت الحر، بتدعم آراء الشباب بدون التجريح والمساس بالأمن الوطني أو المساس بتاريخ مصر المشرف. فحضرتك ده رأيي أتمنى تتقبله مني كمواطن مصري مغترب بقاله 5 سنوات، عانى كتير وشاف شباب عانوا أكتر منه كتير. في شباب هنا يا سيادة الرئيس والله معاناتها تتعمل فيلم. اعذروني جميعا اصحاب المعالي واصحاب البدل، للاسف اتمرمطت هنا كتير قوي وشفت شباب اتدمرت نفسيا هنا ومحدش حس بيهم.